وزنك ثابت، طب قوم لخبط لك يومين 3، لأ يومين أسبوع، إيه ده برضه ثابت؟ إيه ده زاد! يا نهار أبيض! ده بدل ما يبقى ثابت ده بقى زاد. طبعًا يا جماعة، ما هو لمّا يكون أنا وزني ثابت أعرف إيه أسباب الثبات أصلًا، وممكن جدًا كمان أكون إن أنا مش ثابت ولا حاجة. وفكرة الوزن برضه تاني من الميزان ما لوش أي علاقة باللي إحنا بنعمله خالص، أهم حاجة نسبة الدهون والمَيّة والعضلات، عشان كده إحنا بنعمل الinbody كل شهر ونقيس المقاسات كل أسبوع ونشوف الدنيا ماشية معانا إزاي. هي دي الفكرة. طب هاكسر الثبات إزاي؟ على حسب الdiet اللي أنا فيه، يعني مثلًا ما باعملش صيام متقطع ابتدي إن أنا أعمله. طب باعمله، طب ابتدي إن أنا أغيّر في المواعيد بتاعته. طيب غيّرت في المواعيد بتاعته، طيب ما بالعبش رياضة، ألعب رياضة، ما باشربش مَيّة، أشرب مَيّة، أقلل كمية الأكل بتاعتي شوية، أزوّد كمية الأكل بتاعتي شوية، وهكذا. بس هي دي الفكرة. خطوات الكسر الثبات بتكون على حسب الdiet اللي أنا ماشية فيه، مش أول ما خلاص أنا عندي كسر ثبات يالّا هوب ألخبط علشان الدنيا بدل ما يبقى فيها كسر ثبات لا، لا، لأ، ده يبقى فيها زيادة في الميزان كمان. وتاني الميزان ما لوش علاقة. سلام.